الشديد لفكرة أنه عايز يتخلص من ضغط وطغيان نظام يعني لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم. ويعني بتنصحهم بيه حضرتك في الوقت ده، وخصوصا ان كتير من الناس اتخلوا عنهم ودخل عليهم كمان فوق ده ضغوط موجودة من إيران بتخش تقتل فيهم، يعني شايفين ان هم أصبحوا في معزل تمام عن العالم الإسلامي والعالم الغربي يعني. والله يعني سوريا مأساة بمعنى الكلمة. يعني أعتقد أن استقرار مصر سيصب في صالح أهل سوريا. السنة في نعم. سوريا. نعم. لأن برضو ما تنساش أن جنوب السودان انفصل عن السودان في عز الثورة، يعني كل الدنيا مشغولة، ليبيا مشتعلة وكانت تونس مشتعلة. نعم. ومصر كانت مشتعلة وتونس. واليمن مشتعلة وكانت سوريا مشتعلة. انفصل جنوب السودان ولم يشعر إطلاقا أي أحد أن في جزء من جسد الأمة المسلمة انفصل بسبب هذا الزخم في الأحداث. نعم. كذلك حدث بالنسبة لسوريا. حتى بعض البلاد العربية التي أذنت بجمع التبرعات والكلام دوت أصدرت قرارا بمنع جمع التبرعات للمنكوبين من إخواننا في سوريا. لكن أنا على يقين يعني أنهم منصورون. إخواننا السوريون أنا على يقين أنهم منصورون. دي مسألة فتحت، ما أعتقد أنها سترجع مرة أخرى وإن كانت هي بتسير ببطء. لأن الذي شاهدته في الفيديوهات التي تعرض أنا ما رأيت اليهود فعلوا مثله. يعني هذا نظام كافر بمعنى الكلمة، ليس عنده أدنى رحمة. في الوقت اللي كان فيه بتضرب حمص، أنا استمعت لخطاب للرئيس السوري بيتكلم أنه لا يوجد إطلاقا شيء من هذا، بل بالعكس هم الذين هاجموا الجيش السوري والجيش السوري دافع عن نفسه. في الصور اللي احنا شفناها أساسا بيوت محترقة وبيوت متهدمة ودخان يملأ الفضاء، والناس كلهم بيصرخوا ان هذا الجيش الشبيحة دول دخلوا عليهم ويقتلونهم. مناظر مفزعة. لكن أنا أبشر إخواننا السوريين وأقول لهم النصر صبر ساعة. النصر صبر ساعة. اصبروا واحتسبوا والله غالب على أمره. وأنا أعتقد يقينا إن شاء الله عز وجل أنهم منصورون، وأنه ستخلع هذه الثلة التي تحكم أهل السنة. لا أتصور أن سوريا وأغلبها أهل السنة يحكموا هذه الثلة بهذا وأنا عارف أن إيران يعني بقضها وقضيضها وروسيا طبعا هي وأمريكا نفسها وإسرائيل. نعم. كلها تساعد سوريا على أن يبقى النظام. ليه؟ لأنه من 73 يا أخي لم يطلقوا دانة واحدة. حتى أنا حاولت فيما قرأته من مذكرة قادة عسكريين أعرف الحرب السورية كسبوا إيه. يعني هم في الجولان اتخذت. طيب أنا عايز أفهم يعني، طب إحنا في مصر قلنا كسبنا، عبرنا القناة وهدينا خط بارليف واستعدنا سينا وطابة واستعدنا جزء من سينا، وإن كانت السياسة أفسدت النصر العسكري، واخد بالك؟ ولو كنا التزمنا بالخطة العسكرية ووقفنا على بعد 12 كيلو لم نتحرك في سيناء كنا حنبهدل إسرائيل. إما تطول أمد الحرب وهم ما يقدروش يصبروا على هذا، لأن 18% من الشعب اليهودي بيجند في الحروب، و18% الرجل اليهودي هو العالم وهو العامل وهو الطالب وهو المزارع وهو الذي في المصانع. فالحركة بتتوقف تمام في إسرائيل 18%، بالإضافة للعامل الآخر. نعم. اللي هو إطالة مدة الحرب. نعم. تسقط إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل ما يحدث. طب إحنا حققنا انتصار. أنا عمال أقرأ سوريا كسبت إيه، عملت إيه. في مدينة بس لحد النهاردة مهدمة تمام، سايبينها مش راضيين يبنوها. ليه؟ للذكرى، عشان تبين وحشية العدوان الإسرائيلي. من سنة 73 غيروا السلاح تقريبا زي ما أنا قرأت في 4-5 مرات يغير السلاح وكهنه ويغير وكاهن ويدفع والكلام ده، ومع ذلك يقتل به شعبه. لم يطلق دانة على إسرائيل. نعم. فإسرائيل مستمتعة جدا وهي حريصة جدا على بقاء النظام، وأمريكا والكلام ده سكتة سكوت لا تتكلم، وروسيا والصين. كل العالم له مصالح أن يبقى الوضع كما هو. المظلوم هو الشعب السوري، وأعتقد أن لا يستطيع فصيل من الفصائل أنه يحكم شعبا بأكمله إذا انتفض هذا الشعب.
فأنا بقول لهم لإخواننا السوريين من أهل السنة: النصر صبر ساعة وإنكم منصورون، وأسأل الله عز وجل أن يكثر سوادهم وأن يخذل عدوهم وإنهم منصورون بإذن الله.